بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم باشمهندس احمد هاني. ان شاء الله النهارده هنتكلم في المحاضره رقم 5 لينا في كورس الكلاسيك كنترول. النهارده هنتكلم عن موضوع مختلف، وهو ان احنا هنتكلم عن انواع المفاتيح او انواع السويتشات، وبعد كده هنتكلم عن الثري فيز اندكشن موتور وازاي اعمل دايره الستارت ستوب اوف ثري فيز اندكشن موتور. احنا كنا على مدار الاربع محاضرات اللي فاتوا يا باشمهندسين كنا اتكلمنا في اول محاضرة خالص على انترودكشن للكورس، عرفنا الكونتنت بتاع الكورس وشرحنا في الاربع محاضرات لحد الكونتاكتور. انما الريلي والجي في 2 والجي في 3 دول هشرحهم قدام شوية. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الستارت ستوب اوف 3 فيز اندكشن موتور، والجزء بتاع الفورورد والريفرس ده هشرحه في المحاضرة اللي جاية باذن الله. احنا يعني ايه الفكره من ان انا بدات دلوقتي بالستارت ستوب اوف 3 فيز اندكشن موتور؟ هو ان انا عايزك تبقى فاهم بس ازاي اقدر ان انا اعمل دايره اتحكم فيها في تشغيل وفصل الموتور، وبعد كده نبدا ان احنا ندخل في الابليكيشنز بتاعتنا او في التطبيقات بتاعتنا اللي احنا هنتعلمها من خلال الكلاسيك كنترول. ندخل بقى الريلي في الدايره، ندخل الجي في 2 في الدايره، ندخل الجي في 3 في الدايره، وهكذا. وبعدين برضو احنا كده هناخد ابليكيشنز كتيره، يعني مش هيبقى عندنا موتور واحد، لا ده هيبقى عندنا مثلا وليكن ابليكيشن فيه اكتر من موتور، ممكن يكون 3 مواتير او 4 مواتير او على حسب ما يكون يعني. وهنبدا ان احنا نشوف ازاي بقى اعمل لهم ستارت ستوب على حسب الايه، على حسب الكلاينت ريكويرمنتس اللي هي على حسب متطلبات العميل. احنا كنا في المحاضرة الاولى اتكلمنا على انترودكشن بسيطة كده عن الكلاسيك كنترول وعن الكهرباء بشكل عام. اتكلمنا في البداية عن البيزك اوف الكتريسيتي اللي هي اساسيات في الكهرباء، اتكلمنا عن الفرق ما بين التيار الاي سي والتيار الدي سي، وقلت لك وبعدها للمره المليون ان الفرق ما بين التيار الاي سي والتيار الدي سي ان الاي سي مالتي دايركشن انما الدي سي سنجل دايركشن، بحيث ان التيار الاي سي ده تيار متغير الشده ومتغير الاتجاه، انما التيار الدي سي هو تيار بيكون ثابت الاتجاه، ولكن هو عادي جدا ممكن يكون متغير الشده. وزي ما انا كنت رسمت لك الرسمه ان التيار الدي سي بيكون في الجزء البوزيتيف بس ما بينزلش في الجزء النيجاتيف عشان كده بنقول عليه سنجل دايركشن. بعد كده اتكلمنا عن المصادر بتاعه التيار الاي سي والدي سي، واتكلمنا ازاي اعمل كونفيرت ما بين ده وما بين ده، واتكلمنا عن شويه حاجات بسيطه كده سهله وسريعه. وبعد كده اتكلمنا عن الفرق ما بين السنجل فيز والثري فيز، وقلت لك ان انت بيبقى عندك طالع من المحول 5 كابلات اللي هما الار والاس والتي، دول اللي هما 3 فيز. بيبقى عندك النيوترال والارث، النيوترال ده بتبقى فازه عشان خاطر بنستخدمها في الكونكشن، وبنستخدمها كمان في الارثنج سيستم، والارثنج سيستم عشان البروتكشن بتاعه الهيومن والبروتكشن بتاعه الايكويبمنتس. ودي ان شاء الله باذن الله هيبقى فيه محاضره كامله ومحاضره خاصه بحته الارثنج سيستم وازاي بيتعمل وكل القصه دي ان شاء الله يعني. ولكن اللي انا عايزك تبقى عارفه في الجزئيه دي هو الفرق ما بين السنجل فيز والثري فيز. قلت لك لو انت خدت ما بين 2 فيزز يبقى انت كده شغال 3 فيز يعني 380 فولت، انما لو انت خدت ما بين اي فازه ونيوترال يبقى انت كده شغال سنجل فيز يعني 220 فولت. وده كان الفرق ما بين السنجل فيز والثري فيز. بعد كده اتكلمنا عن السيركت بريكرز، وعرفنا ان احنا عندنا 6 انواع من السيركت بريكرز الموجودين في اللو فولتج، اللي هم الام سي بي، الام سي سي بي، الاي سي بي، الاي ال سي بي، الار سي بي او، والام تي سي بي. وعرفنا الريتنج بتاعت كل نوع من الانواع دي، وعرفنا ان اي سيركت بريكر في الدنيا بيفصل فصلين، فصل حراري وفصل مغناطيسي، ثيرمال بروتكشن وماجنتيك بروتكشن، او ثيرمال تريب وماجنتيك تريب. الثيرمال تريب بيكون سببه هو ان انا بيحصل عندي اللي هي مشكله الاوفرلود، انما الماجنتيك بروتكشن بتكون سببها هي مشكله الايه، الشورت سيركت. زي ما اتكلمنا هنا قلت لك ان الشورت سيركت سببه ماجنتيك بروتكشن والاوفرلود سببه ثيرمال بروتكشن. وعرفنا الفرق ما بين الشورت سيركت والاوفرلود، حيث ان الشورت سيركت هو عباره عن زياده بتحصل في قيمه التيار بشكل كبير وبشكل مفاجئ، انما الاوفرلود هو عباره عن زياده بتحصل في قيمه التيار بشكل تدريجي، فتبدا ان هو يحصل عندك سخونه، فيبدا ان انت عندك السيركت بريكر يفصل ثيرمال بروتكشن.
بعد كده اتكلمنا ازاي بقى نعمل سيلكشن للسيركت بريكر وازاي احسب تيار الحمل، وكل القصه دي كان كلام بسيط وسهل. بعد كده جينا في المحاضره اللي بعدها اتكلمنا عن الاوفرلود والكيبل سيلكشن. اتكلمنا ان الاوفرلود ده هو عباره عن جهاز انا بحطه للموتور عشان خاطر يعمل لي بروتكشن للموتور اجنست الاوفرلود بروبلم. قلت ان انا عندي في حاجتين في الاوفرلود، عندي اللي هو الوضع اللي هو بيكون هاند والوضع اللي هو بيكون اوتوماتيك. قلت ان الهاند الميزه بتاعته ان كل 99% من الابلكيشنز او من الاوفرلود اللي بتبقى مستخدمه في الابلكيشنز بتكون هاند. اشمعنى؟ عشان خاطر لو عندي حصل مشكله والاوفرلود فصل، انا ما يرجعش يشتغل تاني اوتوماتيك لوحده لحد ما انا اتشيك الوضع وان الوضع تمام، لا ارجع يشتغل. فساعتها بيبقى على الوضع اللي هو الايه اللي هو الاوتوماتيك. بعد كده اتكلمنا ازاي نعمل سيلكشن للاوفرلود، ان انا بمسك قيمه تيار الحمل اضربها في 1.1 وبخلي بالي من التريب كلاس اللي انا عندي 10 و20 و30. وقلنا ساعتها ان الافضل هي 30 عشان بتكون بتتعامل مع 6 اضعاف من التيار الريتنج في حاله الفصل. بعد كده اتكلمنا عن الكيبل سيلكشن، عرفنا ان الكابلات امتى اقول كابل وامتى اقول واير. عرفنا ان الكابلات بتتكون من 4 اجزاء رئيسيين اللي هم الموصل والعزل الداخلي والتسليح والعزل الخارجي. عرفنا ان الموصل ده بيبقى يا اما من الالومنيوم يا اما من النحاس. عرفنا ان انا عندي العزل بيكون يا اما اكس ال بي اي يا اما بي في سي. عرفنا التسليح بيكون مثلا اس تي اي او اس دبليو اي، حيث ان الاس تي اي ده بيتحمل قوه ضغط، يعني لو انا هستخدم الكابل بتاعي تحت الارض، والاس دبليو اي بيتحمل قوه شد لو انا هستخدم الكابل بتاعي في تمديدات خارجيه على الارض. وبعد كده اتكلمنا ازاي نعمل كيبل سيلكشن وازاي احسب تيار الحمل ب5 طرق قلناهم المره اللي فاتت. والمحاضره اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الكونتاكتور، وعرفنا الكونتاكتور ده ان هو عباره عن جهاز عباره عن شويه نقط نورمالي اوبن ونورمالي كلوز. مثلا النورمالي اوبن 13 و14، النورمالي كلوز 21 و22. وعرفنا شكل الجهاز بيبقى عامل ازاي بالشكل ده. عرفت ان انا عندي ال1 ال2 ال3 دول اللي هم الانبوت، والتي 1 تي 2 تي 3 دول اللي هم الاوتبوت، الاي 1 والاي 2 دول اللي هم يعني اللي هو الكويل فولتج بتاع الكونتاكتور، والنورمالي اوبن اللي هي 13 و14، والنورمالي كلوز اللي هي 21 و22. واتكلمنا ان انا ممكن احط من هنا نقط لاتش عشان خاطر لو انا عايز اتحكم في الدايره بتاعتي بشكل معين. النهارده بقى ان شاء الله هنتكلم عن اول حاجه هنتكلم عنها في المحاضره بتاعتنا هي السويتشز تايب. وبعد ما هنتكلم عن انواع المفاتيح هنبدا ندخل في دايره الستارت ستوب اوف 3 فيز اندكشن موتور. السويتش تايب بكل بساطه يا باشمهندسين انا عندي 3 انواع من انواع المفاتيح اللي بيستخدموا في الدوائر الكهربيه. اول نوع من المفاتيح دي هو التوجل سويتش او بنسميه السيلكتور سويتش. الفكره بتاعت التوجل سويتش ان هو عامل زي مفتاح الاناره او عامل زي المفتاح اللي موجود عندك في البيت. انت لو عايز مثلا تشغل اللمبه اللي موجوده في اوضتك بتروح تضغط على المفتاح ده فبتشتغل، لو عايز تفصلها بتروح تضغط على المفتاح ده ضغطه كمان فبتفصلها. فدي الفكره بتاعت التوجل سويتش، هو عباره عن سويتش انا بضغط بيفضل ضاغط يعني بيفضل شغال، وبعد كده اروح اضغط تاني عشان اعكس الاوبريشن بتاعته. فده الفكره بتاعته ان هو غير امن صناعيا. ليه؟ عشان خاطر انا ممكن لو انا فضلت يعني مثلا في بعض الابلكيشنز لو انت مثلا بتستخدمه في اسانسير ولا حاجه، لو انت رحت شغلت وفضلت وضغطت ضغطه واحده والاسانسير اشتغل وكان مثلا في عامل ولا اي حاجه، ممكن يحصل مشكله للعامل ده ويتصاب. فدي مشكله التوجل سويتش او السيلكتور سويتش. انما البوش بوتون بقى نورمالي اوبن والبوش بوتون نورمالي كلوز دي عباره عن مفتاح عامل زي مفتاح الجرس كده، ان هو انت بتضغط عليه وبيرجع تاني يعني انت مسافه ما بتضغط بيعمل لك الايه، يعني مثلا مفتاح الجرس انت لما بتضغط هو بيرن، بعد كده لما بتشيل ايدك بيفصل. فدي الفكره بتاعت البوش بوتون بالظبط. البوش بوتون نورمالي اوبن ده مفتاح في الطبيعي بتاعه ان هو نورمالي اوبن، يعني ايه؟ يعني فاتح لك الدايره، فانت لو ضغطت عليه بيقفل لك الدايره فبتبدا الدايره تشتغل. فعشان كده احنا بنستخدمه في الاون في التشغيل وبيكون لونه اخضر. انما البوش بوتون نورمالي كلوز ده مفتاح فصل، يعني في الطبيعي بتاعه ان هو بيبقى فاصل الدايره، فلو ضغطت عليه قصدي في الطبيعي بتاعه بيبقى فاتح الدايره، فلو انت ضغطت عليه هيعمل لك ازاي؟ هيقفل لك الدايره دي فهيفصل لك الدايره. فعشان كده احنا بنستخدمه في الاوف، فده بيكون لونه احمر. طيب دي كده انواع السويتشات اللي موجوده عندنا في في الكلاسيك كنترول. طيب تعالى بقى نتكلم عن دايره الستارت ستوب اوف 3 فيز اندكشن موتور. انا اي دايره يا باشمهندسين هنتكلم عنها من هنا وماشي بيكون ليها رسمتين.
من هنا وماشي يا باشمهندسين اي دايره بيكون ليها رسمتين. الرسمه الاولى هي الباور سيركت والرسمه الثانيه هي الكنترول سيركت. طيب تعالى نتكلم عن الباور سيركت. لو انا عندي موتور واحد وعايز اتحكم في الموتور ده بان انا اشغله وافصله من خلال لوحه. تمام. طبعا احنا قلنا في البدايه ان انا مثلا لو عندي لمبه، فاللمبه دي انا بقدر اعمل لها دايره علشان خاطر اتحكم في تشغيلها وفصلها. ولكن الفكره بقى بتاعت المواتير ان المواتير بتكون يعني ليها تعامل خاص شويه، بمعنى ان انا الموتور ده مثلا جهاز بيحتاج ان انا اجيب له اجهزه تحميه من ايه؟ تحميه من الشورت سيركت والاوفرلود، عشان لو انا ما جبتش جهاز يحميه الموتور ده ممكن يحصل فيه اي مشكله فيتحرق فيبوظ، فالموتور غالي فهيوقف لي السيستم بتاعي. لان انا بستخدم المواتير في الابلكيشنز الصناعيه، يعني مثلا في المصانع هتلاقي نفسك في مواتير، في مثلا انظمه الري هتلاقي فيه مواتير، في اي سيستم هتلاقي فيه مواتير، مصانع الشوكولاته، مصانع الزيت، مصانع مش عارف ايه، اي مصنع او اي عمليه صناعيه بيكون فيها مواتير وبمبات. فانت بتبقى المواتير دي انت بتبقى عايز تتحكم فيها بطريقه ما عشان خاطر تقدر انك انت تحميها، وتقدر انك انت تعمل دايره كهربائيه تعمل لك السيكونس اللي انت عايزه في التشغيل. انا دلوقتي الفكره بتاعتي ان انا مثلا دلوقتي وليكن انا عميل جاي وبقول لك يا باشمهندس والله عايزك تعمل لي لوحه كهرباء. لوحه الكهرباء دي هتكون عباره عن ان انا عندي موتور واحد، الموتور ده انا عايز اشغله وافصله. الموتور ده وليكن مثلا انا هستخدمه في نظام ري، عندي حته ارض، وحته الارض دي انا عايز اعمل لها سيستم ري. فعندي موتور وعندي خزان، الموتور ده هيسحب الميه من الخزان هيمشيها في المواسير، فالمواسير هتبدا ان هي تروي الحته بتاعه الارض او قطعه الارض الزراعيه. تمام. ده انا ببسط لك المعلومه عشان انت تبقى فاهم يعني ايه ستارت ستوب اوف 3 فيز اندكشن موتور. يعني انا عايز افصل واشغل موتور، فازاي استخدمها بقى عمليا او في الواقع. زي ما قلت ان اي دايره بيكون ليها ايه؟ حاجتين، حاجه اسمها الباور سيركت ودي اللي انا هتكلم معاك دلوقتي عليها. ادي اول حاجه اللي هي الباور سيركت. الباور سيركت يا باشمهندسين بتكون كالاتي. اول حاجه انا بيبقى عندي حاجه اسمها الار، وبعد كده الاس، وبعد كده التي. مين هما الار والاس والتي؟ دول الثري فيز بتوعي اللي انا هدخلهم على الموتور علشان ايه؟ اغذيه. اول حاجه بعملها عشان احمي الموتور بتاعي ان انا ببدا ان انا اجيب حاجه اسمها الايه؟ السيركت بريكر. السيركت بريكر. فرسمه السيركت بريكر بتكون بالشكل ده، يعني الرسمه دي كده هي رسمه السيركت بريكر كانه مفتاح. تمام. وباجي جاي اكتب جنبه كده ان هو سيركت بريكر. فانا كده بقيت فاهم ان كل الجزء ده كده، ان الجزء ده كله كده على بعضه هو ايه؟ هو سيركت بريكر. بعد ما برسم السيركت بريكر برسم الكونتاكتور. الكونتاكتور بيكون بالشكل ده كده، برسمه كنقطة نورمالي اوبن. وطبعا احنا قلنا في محاضرة الكونتاكتور المرة اللي فاتت ايه هي شكل النقط النورمالي اوبن بتاعته وشكل النقط النورمالي كلوز في الرسم. فده بالنسبة لي هو الكونتاكتور، والرمز بتاع الكونتاكتور بيكون كي. تمام. يبقى انا كده عرفت ان ده كده هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن الكونتاكتور. طيب بعد كده بيبقى عندي جهاز بجيبه هو الاوفر لود. بروح اشتري جهاز اسمه اوفر لود وبحطه عندي في الدايرة عشان خاطر اقدر ان انا ايه؟ احمي الموتور بتاعي من مشكلة الاوفر لود. تمام. طبعا احنا اتكلمنا في محاضرة الاوفرلود عن ايه هي الاوبجيكتيف بتاعة الاوفرلود وكل القصة دي. ده عندي الاوفرلود، فالرمز بتاعه او يعني اوفر وال يعني لود. ده الرمز بتاع الاوفرلود بيكون بالشكل ده. ده كده الاوفرلود. بس انا هحتاج اي حاجة تانية في دايرة الباور مثلا استخدمها عندي لحماية الموتور بتاعي؟ حاليا لا. فباجي يا باشا عامل كده 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 واجي موصل الموتور بتاعي هنا. يعني بص ادي هعمل دايره كده، وادي ده مثلا اللي هو الموتور، الام يعني موتور. تمام. هنمسح بس الجزء ده عشان يبقى شكل الرسمه كويس.
ده كده اللي هو الايه، اللي هو دايرة الباور يا باشمهندسين. ده كده دايرة الباور. يبقى انا كده في دايرة الباور سيركت بكل بساطة ايه اللي انا عملته؟ اللي انا عملته ان انا جبت الثري فيز بتوعي. اول لما جبت الثري فيز بتوعي دخلتهم على السيركت بريكر، وبعد ما دخلتهم على السيركت بريكر خرجت من السيركت بريكر دخلت على الكونتاكتور، خرجت من الكونتاكتور دخلت على الاوفرلود، خرجت من الاوفرلود دخلت على الموتور. كل الكلام ده انا جبته ليه قبل الموتور؟ اول حاجه والله بكل بساطه احنا درسنا السيركت بريكر، فعرفت ان انا السيركت بريكر ده اسمه مين سيركت بريكر. يعني ايه مين سيركت بريكر؟ يعني السيركت بريكر الاساسي، سيركت بريكر اساسي انا من خلاله اقدر ان انا افصل واتحكم في الدايره كلها، اقدر ان انا افصل واتحكم في الدايره كلها بكل بساطه يا باشمهندسين. ده اسمه مين سيركت بريكر. السيركت بريكر ده هيحمي لي اللود بتاعي اللي هو الموتور بتاعي من ايه؟ هيحميه لي من مشكله الاوفرلود، وهيحميه لي من مشكله الشورت سيركت. تمام؟ سؤال بقى هنا، طب يا باشمهندس طب طالما هو السيركت بريكر ده بيحميني من الاوفرلود والشورت سيركت، انا ليه رحت جبت جهاز اوفرلود والجهاز ده بيكون سعره غالي شويه، فانا ليه جبته؟ هقول لك بكل بساطه ان السيركت بريكر بيحميلي من الشورت سيركت والاوفرلود، والاوفرلود بيحميلي من مشكله الاوفرلود، ولكن المواتير بتحتاج ان هي تتعامل معامله خاصه. ليه؟ لان الاوفرلود ده بيبقى جواه ادجستبل اوفرلود، يعني بيتعامل مع مشكله الاوفرلود بشكل متغير شويه، غير الشورت غير السيركت بريكر. السيركت بريكر بيحمي من الاوفرلود ولكن ليه ريتنج معين، انما الاوفرلود انا ببقى جايب الجهاز ده تحديدا لحمايه الموتور ده لو هو حصل عندي مشكله الاوفرلود بالشكل الفلاني طبقا للحسابات اللي احنا بنبقى عاملينها. مش انا قلت لك لما باجي اعمل سيلكشن للاوفرلود بحسب تيار الحمل وباخد قيمه تيار الحمل اضربها في 1.1 واخلي بالي من حاجه اسمها التريب كلاس اللي هي بيبقى فيه منها 10 او 20 او 30، والافضل ان انا اجيب ال 30. فهي دي الفكره، هي دي الفكره في ان انا اروح اجيب اوفرلود علشان يحمي لي اللود بتاعي ده تحديدا. ليه؟ علشان خاطر اللود بتاعي مهم، اللود بتاعي الموتور بتاعي ده مهم، فلو حصل فيه اي مشكله السيستم بتاعي كله هيقف، سيستم الري اللي انا عامله في الارض دي كلها هتبوظ، وهضطر ان انا لو حصل مشكله في الموتور اشيل الموتور ده واروح اشتري موتور جديد. فيبقى انا كمهندس عملت ايه؟ بوظت الدايره، او بوظت للكلاينت العميل، بوظت له الحاجه اللي هو كان عايز يعملها، فانا كده ما ضفتش حاجه جديده. فدي دايره الباور بتاعه الايه؟ بتاعه الستارت ستوب اوف 3 فيز اندكشن موتور. طيب تعالى بقى نرسمها على البرنامج علشان نبدا ان احنا نشتغل مع بعض واحده واحده. في برنامج اسمه اكتس، انت لو دخلت من هنا على جوجل اهو هوريك ازاي بتحمله، يعني برنامج بسيط وسهل. انت لو كتبت هنا اكتس، بص اكتس داونلود، تخش هنا هو برنامج اصلا مجاني يعني سهل وبسيط. هتبدا انك انت تنزل البرنامج، ادي الايقونه، هتبدا انك انت تنزل هنا تلاقي داونلود. انا عشان محمله عندي فمش هلاقيها عندي يعني. فالمهم انك انت هتبدا تحمله من هنا، تضغط هنا هتبدا تحمله وهتبدا تسطبه عادي جدا ما فيهوش اي مشكله، وبرنامج بسيط وسهل يعني مش صعب. طيب تعالى بقى نبدا ان احنا نرسم الموضوع ده على البرنامج، ونبدا ان احنا نشوف ازاي من خلال البرنامج اقدر ان انا يعني ايه اتعامل مع الموضوع ده. اهو بص الدايره انا مجهزها عندي اهي، ادي 3 فيز اندكشن موتور، ادي هنا رسمت اللي هم الار والاس والتي، وبعد كده ده الكونتاكتور. وهنا طبعا الاوفرلود ما بيترسمش على البرنامج، يعني الاوفرلود هنا مش هتلاقي هنا في البرنامج ايقونه انك انت ترسم الاوفرلود. فلو انت مثلا جيت من هنا عملت سيكونس التشغيل، ولا اقول لك نصبر على التشغيل ده شويه.
تعالى بقى احنا نبدا. احنا اول لما بنفتح البرنامج بيكون الشكل بتاع البرنامج عندي بالشكل ده. اول حاجه احنا هنبدا ان احنا نرسم الرسمه دي اللي احنا رسمناها هنا بس على البرنامج، علشان ابدا ان انا اشوف السيكونس بتاع التشغيل، هل الدايره اللي انا عملته ده صح ولا غلط. تمام. طيب تعالى بقى كده معايا على البرنامج. اول حاجه عندك هنا في البرنامج بتلاقيها حاجه اسمها الاي سي باور سبلايز، يعني دول اللي هم الباور بتوعك. لو انت عايز لاين، لو عايز ال2، لو عايز ال3، لو عايز نيوترال، لو عايز 3 فيس سبلاي. طبعا انا رسمت هنا ايه؟ رسمت هنا الار والاس والتي، فبالتالي انا محتاج 3 فيس سبلاي اللي هم الثلاثه فاس. فبخش هنا على 3 فيس سبلاي، اضغط على دبل كليك، هتظهر معايا. ابدا ان انا اسحبها كده واجيبها ايه؟ احطها هنا. تمام. ده كده بالنسبه لي ال3 فيس سبلاي بتوعي. لو انا عايز مثلا من هنا اضغط عليها دبل كليك كده، ولو عايز اغير ايه اللي هو مثلا اسميها 3، ده لو انا عايز اسميها يعني 3 فيز، البي دي اختصار يعني كلمه فيز. يعني كده كانها 3 فيز، يعني اللي هم الثلاثه فيز. طيب بعد ال3 فيز انا كان عندي ايه في الرسمه؟ عندي السيركت بريكر. فهتلاقي عندك من هنا في الكومبوننت، لو دخلت على الكومبوننت هتلاقي ان انت المفروض يبقى عندك سيركت بريكر، ولكن لا، هنا في البرنامج ده مش بيدعم ان هو تلاقي عندك اللي هو السيركت بريكر او الاوفرلود، فهتلاقي عندك الكونتاكتور بس. هتلاقي عندك الكونتاكتور ايه بس. فهتلاقي هنا حاجه اسمها نورمالي اوبن كونتاكت، هي دي النورمالي اوبن كونتاكت. او هتلاقي هنا تريبل نورمالي اوبن كونتاكت. هي راحت فين؟ بص معايا، دي نورمالي كلوزد تريبل كونتاكت اهي، نورمالي اوبن تريبل كونتاكت. فاحنا بنروح نجيب النورمالي اوبن تريبل كونتاكت اهو، جبتها. دول بتوع الكونتاكتور، بعمل لهم روتيت. الروتيت انت عايزه 90، ادي ال90، باجي جايبهم كده اهو، واجي اعمل كونكشن من عند النقطه دي، واجي رايح بقى للنقطه دي اهو كده. عملت الكونكشن اهو، عملت الكونكشن اهو، عملت الكونكشن. واجي رايح مسمي ده ان هو ده الكونتاكتور. فالكونتاكتور انا قلت بنسميه ايه؟ بنسميه بيكون كونتاكتور كي. بص اهو، بضغط هنا دبل كليك واسميه كي. ماشي. ده لسه مش هيجي من دلوقتي غير لما انت تعمل الايه، الكويل بتاعه. ده مش هيجي طبعا غير لما انت تعمل الايه، الكويل، تجيب الكويل بتاع الكونتاكتور. هفهمك دلوقتي. يعني المهم ان احنا جبنا الكونتاكتور، وطبعا زي ما قلت لك هنا مش بيبقى فيه الاوفرلود، فبنروح بقى نخش هنا على الاندكشن موتورز. اروح اجيب الايه اللي هو ال3 فيز اندكشن موتور اهو بالشكل ده كده، بروح اجيبه. ادي يا باشا ال3 فيز اندكشن موتور بتاعي، واجي من هنا برضو اوصله بالشكل اللي انت شايفه ده، واحده واحده كده. بس اهم حاجه برضو ان شكل الدايره يبقى شكل كويس، عشان خاطر لو حد جه يشتغل بعد منك فتقدر انك انت ايه تعمل الكلام ده. طيب هتقولي يا باشمهندس هو مفيش غير البرنامج ده هو اللي انا بقدر استخدمه في الكلاسيك كنترول واشتغل عليه اللي هو الاكتس؟ هقول لك لا، في برامج تانية، ولكن البرنامج ده هو برنامج بسيط وبدائي لاي حد لسه بيبدا في الكلاسيك كنترول. فبرشحه للناس اللي هو انت ايه، لما تبدا تستخدم بس البرنامج ده تفهم السيكونس، تشوف الدايره بتاعتك اشتغلت ولا لا ولا بتاع. بعد كده مع جزء ادفانسد شويه هقول لك ايه، ازاي ترسم الكلام ده على الكاد، ازاي ترسم الكلام ده على الاي بلان. وطبعا معظم الشركات شغاله ببرنامج الاي بلان. بعد كده اقول لك ازاي ترسم الكلام ده على برامج تانية، وتشوف الكونكشن بتاعك بقى ان ديتيلز بالتفصيل. فالموضوع واحده واحده وجاي معايا، يعني ما تقلقش، انت كده كده كل حاجه هتتعلمها في الكورس، ولكن انا بس ببدا معاك ستيب باي ستيب كده. احنا رسمنا دايره الايه، الباور سيركت. طيب تعالى بقى نرسم الكنترول سيركت. طبعا ده مش هياخد معانا، فتعالى نمسح كل اللي احنا عملناه ده، نمسح كده واحده واحده، ونعمل مثلا نيو فايل وخلاص. لا ده كده كتير اهو يا عم. نعمل نيو فايل، دونت سيف بس. تعالى يا باشا، احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل اللي هي الكنترول سيركت. ادي
كنترول عايزين نشوف الكنترول سيركت بتبقى عامله ازاي. اول حاجه انا بيبقى عندي هنا طبعا اللاين وبيبقى عندي النيوترال. تمام، ده لاين وده نيوترال. ايه هو بقى الكنترول سيركت؟ هو زي ما قلت لك في البدايه في اول المحاضره، قلت لك يا باشمهندس ان انا عندي دايره، الدايره دي انا عايز استخدمها في ان انا اعمل لوحه تشغل لي الموتور، فاقدر من خلال اللوحه افصل واشغل. فده الكلام اللي هيبقى موجود جوه اللوحه. يعني انت لما هتفتح الباب بتاع اللوحه وهتبدا انك انت تدخل جوه الباب ده، هو ده اللي انت هو ده اللي انت هتلاقيه جوه اللوحه وهتبدا انك انت تتعامل معاه. طيب تعالى بقى نشوف الكنترول سيركت دي بتبقى عامله ازاي. بص يا باشمهندس، بكل بساطه انا اول حاجه عايز يبقى عندي مفتاح تشغيل، تمام، وعايز يبقى عندي مفتاح فصل واقدر ان انا من خلالهم اشغل وافصل. طيب تعالى اول حاجه كده نجيب مفتاح يبقى مفتاح فصل ان جنرال، يعني لو انا ضغطت عليه افصل الموتور على طول، فبروح اجيب مفتاح الفصل. احنا لما كنا شرحنا هنا السويتشز قلت لك ان انا عندي مفتاح الفصل اللي انا بستخدمه هو البوش بوتون نورمالي كلوز. رمزه بيبقى عامل ازاي؟ بص معايا، الرمز بتاع البوش بوتون نورمالي كلوز ده يا اما بيبقى بالشكل ده، تمام، يا اما بيكون بالشكل اللي انت شايفه ده كده، ده اسمه بوش بوتون نورمالي كلوز، او بيكون بالشكل اللي انا هرسمه لك ده كده، ادي دي كده وادي ده كده، وبيبقى فيه هنا كده وباجي من هنا اعمل كده، فده اسمه نورمالي كلوز. تمام، ده شكل النورمالي كلوز. طب شكل النورمالي اوبن بيبقى عامل ازاي؟ اللي هو مفتاح التشغيل. بص معايا برضو عشان تبقى عارفه اهو بكل بساطه، ادي مفتاح التشغيل بيبقى كده، ده مفتاح التشغيل، وليه رمز تاني اللي هو بيبقى بالشكل ده كده. تمام، يبقى لو انا عملت دي كده يبقى اسمه ايه؟ نورمالي كلوز. لو جبت البتاعه دي دخلتها من هنا كده يبقى اسمه نورمالي كلوز. لو طلعت دي بره هنا يبقى نورمالي اوبن. لو شلت البتاعه دي يبقى نورمالي اوبن. ده بكل بساطه الفرق ما بين المفتاح النورمالي اوبن والنورمالي كلوز في الرسم. عشان خاطر انت بعد كده لما هتبقى بقى مهندس بقى خلاص وشغال في مكان، انت هتجيلك يا باشا اللوحه جاهزه واللوحه مرسومه، فهتبدا انك انت تقرا الداتا، فلازم تبقى عارف السامبل اللي موجوده قدامك دي، السامبل دي بتاعت ايه وبتعبر عن ايه، ولازم ابقى فاهمها كويس جدا جدا جدا. طيب ايه هو الرمز بتاع التوجل سويتش؟ عشان برضو لو قابلته دي معلومه مهمه. رمز التوجل سويتش بيبقى عامل بالشكل ده كده وبيبقى فيه حرف اس كده متوصل بيها، ده اسمه توجل سويتش او سيلكتور سويتش، ده الرمز بتاعه. تمام كده انا قلت لك على الثلاث رموز بتوع السويتشات. طيب تعالى بقى نخش بقى في الموضوع بتاعنا، هو الكنترول سيركت. انا زي ما قلت لك ان احنا هنعمل ايه؟ هنعمل مفتاح للتشغيل ومفتاح للفصل. طيب تعالى نشوف الموضوع ده بيتم ازاي. اول حاجه وليكن مثلا ان انا هعمل مفتاح الفصل، ادي باجي نازل بخط كده وهرسم المفتاح بتاع الفصل اللي احنا اتكلمنا عنه بكل بساطه. ادي يا باشا ده مفتاح الفصل، ده اللي هو الايه؟ مفتاح الستوب بتاعي. طيب تعالى بقى نعمل مفتاح التشغيل. ادي يا باشا مفتاح التشغيل، والله برضو اهو بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى كده اهو ده مفتاح التشغيل بتاعي. طيب مش احنا عندنا كونتاكتور؟ فبنروح نعمل الكويل بتاع الكونتاكتور. فتعالى يا عم اهو معايا نعمل الكويل بتاع الكونتاكتور. رمز الكويل بتاع الكونتاكتور بيبقى الرمز اللي انا رسمته قدامك ده. تمام، وطبعا انا قلت لك طبعا احنا هنرقم دلوقتي، ولكن انا قلت لك ان الكونتاكتور اللي لما احنا جينا هنا واحنا كنا بنشرح الكونتاكتور اهو، قلت لك ان النقطه بتاعت الكويل هي A1 وA2. فباجي هنا مش ده الكويل، فبيبقى عندي النقطه دي مثلا اهي، النقطه دي هي نقطه A1 والنقطه دي هي نقطه A2. تمام كده. A1 دي حاسسها معاقه شويه، تعالى نمسحها ونعدلها تاني. A1 كده شكلها احلى شويه. A1 وA2 ده اللي هو الايه؟ ده اللي هو الكويل بتاع مين؟ بتاع الكونتاكتور. طيب ده المفتاح اللي هو الايه؟ بتاع الاوف اللي هو بتاع الفصل، فده بيبقى الترقيم بتاعه نقطه رقم 1 وهنا النقطه
الترقيم بتاعه بيبقى هنا النقطة رقم 1 وهنا النقطة رقم 2. طب هنا بالنسبة للتشغيل هنا بيبقى النقطة دي بنسميها 3 اهي، لو طولتها شوية كده فدي هتبقى 3 ودي هتبقى النقطة رقم 4. تمام كده احنا ايه رقمنا. طيب ايه اللي ناقص عندك يا باشمهندس عشان خاطر انت يعني انت لو جيت انت دلوقتي مثلا بعقلك كده، بعقلك انا لو جيت ضغطت هنا، مش احنا قلنا ان المفتاح ده عامل زي الجرس، فانا لو ضغطت الموتور بتاعي هيشتغل عادي، ولكن كل الفكره ان انا لو شلت صباعي الدايره هتفصل. ليه؟ عشان ده هيرجع تاني لوضعه الطبيعي، ما خلاص عامل زي الجرس فالموتور هيفصل. فهل ده حل كويس؟ لا طبعا. فانا باجي بعمل ايه بقى؟ باخد نقطه لاتش من الكونتاكتور اللي هي النقطه اللاتش اللي هي ايه هتبقى اللي هي النقطه النورمالي اوبن. باخد نقطه نورمالي اوبن لاتش من الكونتاكتور. بمعنى ايه؟ ادي النقطه النورمالي اوبن اهي، تمام كده، دي من الكونتاكتور. هفهمك دلوقتي النقطه النورمالي اوبن هي بيبقى في وضعها الطبيعي ان هي فاتحه الدايره، ولكن اول لما بضغط من هنا تشغيل النقطه دي بتتحول فبتبقى نورمالي كلوز، فبتبقى نورمالي كلوز، فبيبقى هنا في مسار للايه للموتور ان هو يفضل شغال. طيب لو انا عايز برضو اعمل لامب مثلا تبقى على اللوحه بحيث ان هي تديني انديكيشن يقول لك والله لما تلاقي ان اللمب دي منوره يبقى الموتور ده شغال، او لو اللمب دي فاصله يبقى الموتور ده مش شغال. باجي يا باشا من هنا اخد نقطه لاتش كده برضو اهي، واعمل من هنا الايه اللمب بتاعتي اهي بالشكل ده كده، دي اسمها ايه لامب، دي اللمب بكل بساطه. تمام. فانا كل الفكره بتاعتي ان ايه دي اللمب بتاعتي اهي، انا كده اخدت النقطه لاتش من الكونتاكتور. طيب تعالى بقى نجرب الموضوع ده، نرسم الموضوع ده بقى على البرنامج ونشوف هل الكلام اللي احنا عملناه ده صح ولا غلط، هل الدايره بتاعتي هتشتغل والموتور بتاعي هيشتغل ولا لا. تعالى معايا اهو. اول حاجه انا عايز لاين، فباجي يا باشا هنا جايب مثلا ال واحد ضاغط عليها دبل كليك فهتجيلي ادي اهي، دي اللي هي التي، اعمل لها روتيت 90 درجه لا خليها كمان اعمل لها روتيت ايه 180 بالظبط كده، ده اللي هو التي. طيب باجي انا عايز مفتاح ايه؟ عايز مفتاح عندي يكون مفتاح الستوب، فباجي يا باشا هنا نورمالي كلوزد كونتاكت، لا بتلاقي هنا في السويتشز عندك 3 بول، سيبك من ده اهو، ده اسمه ستارت بوتون، ده ستوب بوتون. فباجي جايب الستوب بوتون ده ضغط عليه دبل كليك، باجي سحبه كده واجي جايبه عامل له روتيت 90 درجه بالظبط، واجي جاي من النقطه دي اهي موصله هنا. بعد كده بروح اجيب ايه مفتاح تاني اللي هو الايه الستارت بوتون، ضغط عليه دبل كليك واجي جايب الستارت بوتون اهو عامل له روتيت 90 درجه، وهو يا باشا اوصل ده بده، تمام كده اهو، ده اللي هو الايه ده مفتاح الستارت. بعد كده بروح اجيب الكويل بتاع بتاع الكونتاكتور، هتلاقي هنا الكويل بتاع الكونتاكتور هتلاقيه موجود عندك في البرنامج اهو. فين اون ديلي تايمر، لا مش عارف ايه، اوف ديلي تايمر نورمالي. طبعا الحاجه انا اصلا بقالي كتير ما استخدمتش البرنامج اهو، الكونتاكتور اهو بقالي كتير عشان ما استخدمتش البرنامج ده، طبعا بالنسبه لي الموضوع يعني ايه بقعد لسه اكتشف يعني اهو. ادي الكونتاكتور بوصله كده اهو، تمام. وطبعا انا عايز نيوترال، فبروح اجيب النيوترال بتاعي اهو، ادي نيوترال اعمل له روتيت برضو 90 درجه بس اهو بالشكل ده بالظبط، واوصل ده كده احنا ايه ظبطنا الدنيا بتاعتنا اهو. احاول برضو ان انا اخلي شكل الدايره مظبوط. ده كونتاكتور، وقلنا ان احنا هنديله رمز هنا اهو، ادي بسمي الكونتاكتور الكويل بتاع الكونتاكتور كي. حلو كده. فانا عايز اربط ده بده، انا هوريك دلوقتي لو انا ما ربطتش على البرنامج الكونتاكتور ده بالكويل ده هوريك ايه اللي هيحصل في الدايره. المهم ان احنا قلنا ده ان هو ستارت، فباجي ضاغط عليه، ده قصدي ستوب، فباجي مسميه كده ايه ستوب، تمام. اجي مثلا ضغط عليها دبل كليك كده اهي، واخد الكلمه موديها كده شويه بعيد عن الايه الكتابه يعني. ده برضو ستارت، باجي ضاغط عليها كده واجي ايه واخد الكلمه وموديها كده، ده الستارت. وقلنا ان احنا عايزين هنا نقطه لاتش، فبتبقى نقطه نورمالي اوبن من اهو نورمالي اوبن كونتاكت اهي، بضغط عليها دبل كليك واجي رايح جايبها اهو
بالظبط كده، اجي اعمل لها روتيت 90 درجة، واجي واخد دي كده كده، اجي واخد ده كده كده. اظبط برضو شكل الرسمة. ليه مهم جدا انك انت تظبط شكل الرسمة؟ عشان انت لو ما ظبطتش شكل الرسمة لما هتيجي تطبع الرسمة يبقى شكلها وحش. فده بالنسبة للايه؟ ده بالنسبة للكونتاكتور. طيب بالنسبة بقى ان انا عايز اجيب لمب، ادي بضغط كده دبل كليك، واجي جايب اللمبة حاططها هنا، واعمل روتيت اهو 90 درجة، واجي ضاغط من هنا موصل اللمب كده وموصل اللمب كده. تمام. طيب ده بالنسبة لللمب، بضغط عليها كده، اسميها بقى مثلا وليكن جرين، ما تاخدش اسماء كبيرة، مثلا هسميها لمب وخلاص. تمام. باجي جايبها كده، بل لو ضغطت على دبل كليك هتلاقي، اصبر بقى، لو ضغطت على دبل كليك كده اهو، تلاقي هنا ايه، لو ضغطت عليها كليك يمين هتلاقي ان انت عندك هنا لو عايز تتحكم في الكلر بتاعها، لو عايزها مثلا جرين او بلو او جرين او ريد او زي ما انت عايز، يعني مثلا وليكن جرين اهو، ان هي تديني انديكيشن ان الموتور ده ايه شغال. طيب تعالى نعمل هنا ستارت. انا دلوقتي ما عملتش ربط ما بين الكونتاكتور ده والكونتاكتور ده، فهوريك ايه اللي هيحصل. تعالى نعمل هنا اهو، بنعمل رن، بص الدنيا على طول ايرور، قال لي الكونتاكتور ده انا مش فاهم النقطه اللي انت حاططها دي بتاعت ايه، ولا الكونتاكتور ده بتاع ايه. فانت اول حاجه تيجي ضاغط من هنا اول حاجه، وتيجي رايح من هنا عامل سيلكتور ان هي مع الكونتاكتور الكي، يبقى النقطه دي لاتش من الكونتاكتور ده. بفهم البرنامج ان النقطه دي لاتش من الكونتاكتور ده. لو جيت اعمل رن تاني هيديني ايرور هنا بالظبط. ليه؟ عشان انا ما حددتلهوش الكونتاكتور ده تبع مين، يعني الرسمه اللي انا عاملها الكونتاكتور اللي انا جايبه ده تبع انهي نقطه بالظبط. فباجي ضاغط من هنا اهو دبل كليك هنا، واختار من هنا الكونتاكتور اللي هو الكي. لو انا جيت بقى عملت رن هنا هيبدا يشتغل، هيقول لك اضغط ستارت، ادي ضغطت ستارت، ادي الموتور شغال اهو كده. انا عملت اللوحه، الموتور شغال. عايز افصل، اروح على الستوب، افصل الايه، افصل الدايره. بس كده انت يا باشمهندس عملت دايره الستارت ستوب اوف 3 فيز اندكشن موتور. انا شايف ان الموضوع ابسط مما انت متخيل. يعني انا مثلا لو جيت هنا فصلت الرن بص انت لو جيت ضغطت، بص لو بعدت كده وجيت كده هيقول لك ايه، هيقول لك رن، فتفهم ان دي اللي احنا بنعمل منها رن للبرنامج للسيستم اللي احنا عملناه. فبضغط كده شغل، هتلاقي عندك هنا ايه، اللمب لونها اخضر، الدايره بقت شغاله، الموتور بقى شغال. تعالى بقى افهمك ايه القصه. احنا هنا الكهرباء شغاله عندنا مفروض، فانا لما ضغطت ستارت تمام، ايه اللي حصل؟ التيار جاي اهو عندي من الفازه التي، فضل ماشي تمام. الاول لما انا كنت بشيل ايدي كان بيفصل. ليه؟ لان لو انا جيت بصيت هنا ان انا وفرت هنا مسار تاني للتيار يمشي فيه فيروح للكويل فيخلي الموتور بتاعي يشتغل اهو. وفرت ايه؟ وفرت مسار تاني للتيار. فانا لو ما كنتش وفرت المسار ده وما كنتش جبت النقطه دي، كان مسافه ما هشيل ايدي كان هيفصل. يعني بص تعالى اوريك كده، انا عايز ايه، عايز اشيل الجزء ده، هعمل هنا مثلا ديليت، شلتها. تعالى اعمل رن، لو ضغطت كده انا لسه ضاغط اهو، انما لو شلت ايدي هيفصل على طول. فهمت ليه؟ لان انا كان عندي مسار واحد للتيار ماشي فيه، كان عندي مسار واحد للتيار ماشي فيه. انا بس بوريك الفرق لو انا ما عملتش وما خدتش نقطه لاتش من الكونتاكتور. تمام. فيبقى الصح ان انا بروح اجيب ايه، بروح اجيب النقطه اللي هي النورمالي اوبن كونتاكت اللي هي دي، اضغط عليها دبل كليك، اجي جايبها هنا واعمل لها روتيت 90 درجه، واجي موصلها بالشكل ده كده اهو. موضوع بسيط يا باشمهندسين، دي ابسط دايره انت ممكن تاخدها في حياتك يعني، لكن هي ايه، كلنا بدأناها كده، كلنا بدأناها بالحاجات السهله، وبعد كده بدأنا ندخل في الصعب واحده واحده اهو. ده منين؟ من الكونتاكتور اللي هو كي. فنعمل تيست كمان اهو، ضغطت ستارت فالدايره اشتغلت، ضغطت ستوب فالدايره فصلت، فكده السيستم بقى شغال معايا. كده انا خلصت المحاضره بتاعت النهارده. كده احنا اتكلمنا النهارده عن التيب اوف السويتشز، عرفنا الانواع بتاعت السويتشات عامله ازاي، التوجل والرسمه بتاعته ورمزه بيبقى عامل ازاي في الدايره، البوش بوتون عرفنا اللي هو النورمالي اوبن والنورمالي كلوز، وخدنا اللي هي الستارت ستوب اوف 3 فيز اندكشن موتور. هناخد دوائر تانية كتيرة وابليكيشنز تانية كتيرة، ولكن انا بس كل اللي انا عايزك تبقى عارفه الحاجات اللي انا بتكلم فيها في واحده واحده كده مع بعض، لحد ما انا هخليك توصل للليفل اللي انت نفسك فيه. تمام.
انا بس بعلم على البتاع دي عشان ايه، يبقى احنا كده اتكلمنا عن الجزء ده. طبعا التيب اوف سويتشز دي مش محتاجه ان انا احطها في الكونتنت اوف الكورس، يعني حاجه بسيطه ولكن لازم تبقى فاهمها. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، اتمنى ان المحاضره تكون كانت بسيطه وسهله. حاجه اخيره بس، يا ريت يا شباب اي حد بيتفرج على المحاضره يعمل لايك على الفيديو ويعمل سبسكرايب في القناه، علشان خاطر المحاضرات اللي جايه يعني لما احس ان في ناس بتتفاعل مع الكورس وناس مهتمه فعلا، انا بيبقى عندي شغف ان انا انزل المحاضره الجايه. انما لما بلاقيك انت مش مهتم يعني ايه بتتفرج على حاجه من غير ما انت مثلا تعمل لايك او تعمل شير لاصحابك او اي حاجه، انا بحس ان الموضوع يعني رخم شويه. انا برضو هسيب في الديسكريبشن تحت، هسيب لينك القناه بتاعه الواتساب او لينك الجروب بتاع الواتساب اللي هينزل عليه الداتا بتاعه الكورس كلها. انا طبعا لسه ما نزلتش الفايل بتاع الباوربوينت اللي انا بشرح منه ده، هنزله في الاخر بعد ما يعني ما اكون جمعت كل حاجه، فهيبقى الفايل موجود فيه كل التفاصيل بتاعه الكورس. بس كده، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.